تخيل ان طفلك وهو قاعد بيلعب قدام البيت يختفي في لحظة، مش عشان فدية ولا عشان تجارة اعضاء، ولكن عشان دمه. في المغرب في اسطورة مرعبة بتقول ان في اطفال مولودين بعلامات معينة. السحرة بيسموهم الاطفال الزهريين. الاطفال دول بيتم خطفهم واستخدامهم كقرابين للشياطين عشان يفتحوا بها المقابر والكنوز المرصودة تحت الارض. هل دي خرافة؟ للاسف الواقع بيقول ان في اطفال بيدفعوا حياتهم تمن الاوهام دي. أول ضحية كانت في أواخر 2020، القضية اللي هزت رأي العام كله، وهي قضية الطفل حسين. الطفل حسين كان في منطقة اسمها أشتوكة بالمغرب. الطفل بريء اختفى في ظروف غامضة، ولقوا جثته بعد كام يوم من الحادث. استمرت التحقيقات لحد ما اتكشف المستور، وإن المشعوذين بيعتقدوا إن الزهري ده نص جني ونص إنسي، وعلاماته هي خط متصل في كف الإيد أو حول بسيط. إن السحرة والمشعوذين فاكرين إن الدم بتاع الطفل الزهري هو المفتاح اللي بيرضي الجن الحارس للكنز، عشان يسيبوا السحرة ياخدوا الدهب. في عصابات متخصصة بتراقب الحضانات والبيوت والشوارع عشان تصطاد أطفال فيهم علامات الطفل الزهري ده. الشرطة المغربية دورت في كل حتة، دورت في الجبال بالمروحيات وبالكلاب البوليسية. والغريب ان بعض الاهالي بدأوا يحكوا قصص عن المشعوذين بدأوا يعرضوا الاف الدولارات للي يلاقي طفل الزهري بالمواصفات المعينة دي. النهاية كانت في قصة حسين حزينة مؤلمة، ولقوا جثته بعد ايام في مكان مهجور. والجريمة دي فتحت ملفات مافيا للكنوز تستغل براءة الناس عشان تقتل الطفولة البريئة. والحقيقة فعلا ان المغرب بلد سحر وجمال، ولكن السحر الاسود هو مرض بيحاول يلوث سمعته. القانون بقى بيطارد المشعوذين دول في كل مكان. الوعي زاد بس الخطر لسه موجود، طول ما حد لسه بيصدق ان الذهب اغلى من دم الطفل. لو شفت طفل بعلامات غريبة او طفل ظهري خليه في عينك، ولازم تعامله معاملة خاصة، لان الطفل ده بيبقى عنده وعي زاد وبيشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش، ولان شياطين الانس لسه بيدوروا على قربان جديد. ودي كانت نهاية القصة. لو عجبتك اعمل لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.